واجهات العمارات القديمة في الزمالك كأنها بتونسك وانت ماشي، بتغني غنوة حبيت في يوم من الأيام على عزفها وغناها. بتحس إنك محتاج تعرف مين يا ترى عاش هنا، مين سكن هنا، ومين كان هنا. احنا في مكان عمره 125 سنة. 125 سنة السنة دي يبقى أكتر شوية. إن شاء الله يا من رب. 1898. قول لي بقى ايه اللي احنا محتفظين بيه من ال 125 سنة دي؟ عندك بقى صور قديمة وناس كانوا بيجوا الزمالك بقى. احنا محتفظين بكل حاجة، احنا شركة واحدة من سنة 1898. احنا نعتبر الجيل الرابع للشركة دي، واحنا حافظنا على زبايننا من اول فترة، يعني مش هفتكر انا طبعا من 125 سنة صغير بس يعني من اول ما انا اتذكر واحنا بنحافظ على زبوننا. عندنا زبوننا اهم حاجة. بص، هو مفيش حد بينزل الزمالك الا لما يتوصف له المكان، يقول له لازم تعدي هنا تاخد قهوتك، تاخد حاجه، يعني جزء من دي معالم حقيقة. الزمالك. فجزء من معالم الزمالك ده بيخلي عندك مسؤوليه كبيره. طبعا صح كده؟ طبعا. فلما جيت توضب المكان ده كده اللي احنا فيه، اللي عمره قلنا 125 سنه واكتر، بس لما جيت توضب المكان عملت ايه بقى؟ كانت مشكلة كبيرة جدا، لأن احنا بنوضب محل عمره 125 سنة سنة 2010. فجينا قبل الثورة مباشرة بنحاول نوضب المكان، فلقينا الثلاجات كلها الترا مودرن ما توافقش معانا. اللي انت هتجيبها اللي احنا هنجيبها من بره. طب كان عيبها ايه الثلاجات القديمه؟ خلاص ما وصلت تكملش لمرحلة معاك. خلاص كان كل حاجة انتهت يعني مثلا كان مدير عام الشركة وانا بشيل مثلا ثلاجة عمرها 60 سنة يقول لي انا بحملك المسؤولية. طبعا دي احنا جبناها بموافقة الملك، يعني حاجات من ايام الملكية يعني. وراحت فين الحاجات دي؟ يعني قول لي ان هي في مخزن. في مخزن. قول لي كده. لا هي في مخزن. هي في مخزن. فعملنا فريق من المهندسين ومن الزباين. احنا عندنا زباين هنا ما زالوا بقالهم مثلا 60 سنه، زباين من قبل ما انا ابقى الاونر كمان، يعني من قبل ما انا اتوارث او ابقى انا اللي ماسك، هم زباين في لسه المكان. الاستاذ مجدي الاستاذ مجدي كان زبون هنا من 55 سنه. من 55. هو عنده حاجه و60 سنه، كان بيجي هنا من 55 سنه مع باباه ياخد الشوكولا اوليه والكرواسون لغايه النهارده، كل يوم لازم يجي لازم يجي يوميا. يوميا. فزبونك لازم يجي يوميا. يوميا. كل اعلام من اعلام مصر يعني فزبوننا ما نقدرش نقول له احنا اسفين، احنا اصلي وغلطنا ما ينفعش. يعني زبوننا رحت مركب التركيبه دي المهندسين مع زباين. اول مره زباين يقعدوا مع اصحاب المكان والمهندسين عشان يطوروا مكان. لا ده احنا قعدنا فتره طويله، قعدنا اكتر من سنه نوضب في المكان وجبنا معانا خبراء طلاينه كمان. يعني انا عارف ناس كانوا هنا واصدقاء كتير كانوا موجودين يمكن قبل موضوع التطوير كمان، وكانوا دائمين. مين اللي انا بقى ما اعرفهمش من زباينك كانوا موجودين؟ سيدة جيهان السادات. والله يعني المكان ده عرفني على اعلام مصر كلها. يعني كنت ترد على التليفون تقول سيمن صباح الخير، اقدر اخدمك في ايه؟ تلاقي الزبونه مدام هند رستم، مدام فاتن حمامه، مدام جيهان السادات. يعني بكلمك مدام جيهان السادات ودي قيمه وقامه، وتقول لك بس حروق الصابليه بتاعكم شويه. بيحبوا الصابليه المربى بتاعنا، فتقول لك حروقه شويه عشان كان انور ده انور السادات يعني.